هلا قلت لك انك هتطلع من الفيديو ده وانت شايف ان مش شرط يكون الايفون احسن موبايل في العالم. هتصدقني ولا لا؟ لازم تصدقني، لانك على ميعاد مع اقوى مقارنة في العالم العربي واول واحدة تقريبا ما بين الايفون 17 برو والاوبو فايند اكس 9 برو. ازيك يا غالي؟ الاخبار؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. شفنا مقارنات عربيه غير مباشره ما بين الايفون 17 برو والاوبو فايند اكس 9 برو، بتكون متمحوره حوالين التصوير والكاميرات وما الى ذلك. ولكن النهارده هنقارن مقارنه شامله كامله ما بين الموبايلين بعد ما جربتهم تجربه مكثفه. لو بدانا بالتصميم، فالفايند اكس 9 برو بيجي بفريم من الالومنيوم الشياكه جدا اللي هو مسطح بنسبه كبيره، اللي سمكه حوالي 8.3 مللي، مع ظهر من الازاز المطفي فروستد اللي ما بيبصمش خالص تقريبا، وطبقة حماية على الشاشة المسطحة تماما من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتس 2، ومقاوم للمية والغبار بمعيار IP68 و IP69. وبروز الكاميرا يعني كبير نوعا ما، ولكنه بيغطي العدسات بالكامل، مفيش اي بروز للعدسات، بوزن ممتاز 224 جرام، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف. ومسكته في الايد بتديك احساس مباشر بالفخامه والمتانه، لان الجهاز ده فعلا فلاجشيب، هو فلاجشيب اوبو حاليا. وبالمناسبه الجهاز ده موجود في مصر بشكل رسمي، يعني مش هتقعد تلف عليه وضمان دولي بقى وبتاع، عشان لو بتتفرج على الفيديو بس من باب الشغف من غير ما تكون في الاخر بتفكر في الفايند عشان يبقى ضمان دولي، لا، موجود في مصر بشكل رسمي مدفوع الضرايب، وهنتكلم على موضوع الاسعار ده في اخر الفيديو. وبالنسبه لالوانه، اللون الابيض اللي معانا النهارده اللي شكله جميل جدا وملفت جدا، ولون تاني شايفه اشيك سيكا، هو اللون مدي على بني كده تشوفه قدامك على الشاشه عموما. اما 17 برو اللي بالمناسبه اللي هينطبق عليه هينطبق على الماكس، بيجي بافتكاسه اليوني بادي الالومنيوم، القطعه او الظهر القطعه الواحده اللي من الالومنيوم اللي فيها قطعه زجاجيه كده شكلها مش احسن حاجه خالص، بالكاميرا بلاتو او بروز الكاميرا ده اللي بارز منه العدسات اصلا. مسكته في الايد اقل فخامه بشويه حلوين من الفايند اكس 9 برو ومن ال 16 برو ماكس ومن ال 15 برو ماكس. ما تقولش ان انا بطبل بس الاوبو بتاعه. وبالمناسبه الفيديو ده مش سبونسرد باي شكل من الاشكال، كل ما هو في هذا الفيديو هو رايي الشخصي تماما، ماشي. شاشته عليها طبقة حماية من السيراميك شيلد الجيل الثاني، وزنه 206 جرام وسمكه 8.8 مللي تقريبا، ومقاوم للمية والغبار بمعيار IP68. ولكن ده لا يمنع اطلاقا ان الجهاز شكله مميز، تفاحة بقى يا باشا، احدث تفاحة موجودة في السوق، صباح الفل. وموجود منه اللون الكحلي اللي معانا النهارده اللي بيبصم من الهواء حرفيا، واللون البرتقاني، واللون السيلفر هو ايه يعني ارسل لون فيهم كده، ما بيبصمش وما بيتخبش بسرعه. اما اللي مش راي شخصي بقى هي الشاشات، والجهازين هنا بيجوا بشاشات 10 على 10. الفايند اكس 9 برو بيجي بشاشه بمقاس تقريبي 6.8 بوصه من نوع LTPO AMOLED بتردد 120 هرتز، بتنزل طبعا ل1 هرتز، بتعرض لك مليار لون بمستوى سطوع اقصى 3600 نتس، داعمه لل HDR 10 بلس وال HDR فيفيد والدولبي فيجن، بتدي كثافة بكسلات 450 بكسل لكل انش، والبازلز بتاعتها صغيرة بشكل مرعب. شكل الشاشة هنا عبقري، طبعا الحواف متساوية بنسبة 100% ما فيهاش كلام، والشاشة فيها معدل الوميض العالي ل 2160 PWM عشان حماية العين والكلام ده، وهي اصلا فيها سيكشن لوحده كده في الاعدادات للاي كومفورت وراحة العين بالليل بقى وبتاع. وتجربتها ممتازة في كل الاحوال، يعني في الاستخدام اليومي العادي ومشاهدة المحتوى والجيمنج ما عليهاش اي كلام. وبجد من احسن الشاشات اللي حسيت معاها براحة العين فعلا بالليل. وفي كمان اوبشن انك تعدل بروفايل الالوان اللي الشاشة بتعرضه لك، يعني لو انت عايز الالوان فاقعة ومطرقعة عشان تتفرج على المحتوى، او لو عايز الالوان طبيعية وهادية كده لو هتصنع محتوى وهتأديت الوان او صور او الكلام ده. وبالنسبة للايفون فهو بيجي بشاشة 6.3 بوصة للبرو و6.9 بوصة للبرو ماكس من نوع LTPO سوبر ريتنا XDR OLED، تردد 120 هرتز، داعمة تقنية الدولبي فيجن بمستوى سطوع أقصى 3000 نتس،
بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل انش، عليها طبقة مانعة للانعكاسات، طبعا مش بنفس قوة ال S25 وال S24 Ultra، وفيها برضو اوبشن انك تخلي الشاشة تعلي من معدل الوميض عشان تبقى اريح لعينك بالليل، زي الاوبشن او اللي اوريدي موجود في الفايند اكس 9 برو. وتجربة استخدامها طبعا ممتازة. ابل يا باشا، ابل وشاشات ابل والدنيا بقى يعني اخر جمال طبعا في الاستخدام اليومي والسوشيال ميديا ومشاهدة المحتوى والكلام ده. ولكن تجربة مشاهدة المحتوى بالنسبة لي على الفايند احسن بسبب انعدام وجود الدايناميك ايلاند اللي بتاكل جزء كبير من المحتوى. اي نعم فيها حساسات الفيس اي دي والكلام الجميل ده، ولكن نتكلم على العملية بقى. الفايند تجربة المشاهدة اروق، خاصة كمان لما قارنها بالبرو العادي مش الماكس. الناس حاليا بتميل لاحجام الشاشات الكبيره، انا شخصيا بحب الحجم بتاع البرو جدا اكتر من الفايند واكتر من الماكس واكتر من الاجهزه الكبيره دي. وكمان البازلز بتاعه الفايند اصغر حاجات بسيطه من البازلز اللي موجوده في سلسله ال 17 اللي هي مميزه جدا وشكلها مستقبلي وكل حاجه. وبالنسبه لتجربه الصوت في الجهازين، فالاوبو بيقدم لك مستوى صوت اعلى حتى من البرو ماكس، يعني مش عشان البرو صغير فهو بيقدم تجربه اعلى، لا وحجم صوت اعلى، ولكن التفاصيل في الايفون احسن. ولو جينا نتكلم بقى في اداء الوحشين اللي معانا النهارده، فخلينا نبدا بالفايند اللي بيجي بمعالج دايمنسيتي 9500 بمعماريه تصنيع 3 نانومتر، والنسخه اللي موجوده في مصر البيز موديل بتاعها 512 جيجا بايت من نوع يو اف اس 4.1 و16 جيجا بايت رام، وبرضو النسخة شريحتين. وطبعا كل الكلام ده على اندرويد 16 وواجهة اوبو كالر او اس 16. اما ال 17 برو فبيجي بمعالج A19 برو معمارية تصنيع 3 نانومتر و12 جيجا بايت رام، مع مساحات تخزين بتبدا من 256 لغايه 2 تيرا بايت. والنسخه اللي بتنزل مصر ما بتنزلش شريحتين فيزيكال، بتنزل شريحه واحده فيزيكال وشريحه اي سيم. طبعا بيجي على اي او اس 26. لو جينا نتكلم كارقام وبنش ماركس ومش عارف ايه، فالايفون 17 برو على جيج بنش مثلا بيتفوق بنسب بسيطه عن الاوبو فايند اكس 9 برو. ولكن لو جينا نتكلم في الاداء الفعلي فانت معاك هنا 2 تنانين مفيش حاجه هتقف قصادهم ايا كان ايه هي. لا تتخيل ان في حاجه هتقف قصادهم، من طبعا الاستخدام اليومي ده هكس بالنسبه لهم كده، لغايه بقى الاستخدام التقيل. الالعاب يا باشا الاثنين هيدوك لعبه زي ببجي على اعلى اعدادات تتخيلها، على اعلى اعدادات المطورين فاتحينها اصلا يعني، وهتاخد تجربة ممتازة جدا جدا. هكذا برضو في تجربة تعديل الصور والفيديوهات والكلام الجميل ده، الاتنين هيبقوا كويسين جدا. موضوع بس تعديل الصور والفيديوهات ده ممكن الايفون يبقى احسن فيه شوية بسبب الاوبتمايزيشن او التوافقية ما بين الابليكيشنز والبلاتفورم او الاس او سي اللي شايل الموبايل، كلام المجعلص ده، ان الاتنين قادرين يفهموا بعض. لكن ده مش معناه ان انت هتاخد تجربه سيئه خالص في تعديل الصور او الفيديوهات على الفايند، هي تجربه كويسه ولكنها ابطا شويه من اللي موجوده في ال 17 برو. هكذا موضوع الحراره، بصراحه على قد ما الاتنين فيهم فيبر تشامبر غرف تبريد، الا ان الفايند اكس بيسخن اكتر من ال 17 برو والماكس. يعني لما بنبدا نضغط عليهم هما الاتنين كده نفس مستوى الضغط نوعا ما، بتحس ان الحراره اللي بينتجها الفايند اكس اكتر من ال 17 برو. وده بنسبه كبيره راجع ان الايفون 17 برو من الالومنيوم. كل عيوب الالومنيوم بيتخربش بسرعه، مش متين، مش شكله حلو ولا اي حاجه من الكلام ده، ولكن هو كويس في موضوع تشتيت الحراره عكس الازاز اللي بيحتفظ بالحراره تحتيه، فبالتالي انت بتحسها تحت ايدك. وبالنسبه لاستقرار النظام فشيء مبهر جدا ومفاجئ ان الكالر او اس مستقر اكتر من الاي او اس 26. هي يمكن احسن واجهه اندرويد بعد وان يو اي الخاصه بسامسونج على طول. كان حتى اللي مش فاهم في التك اصلا ولا الموبايلات يقول لك انا اروح اشتري ايفون عشان ما بيهنكش. القطعه دي وانا بجربها هو الموبايل فاضي تقريبا. انا حتى في فيديو اشوفه قدامك دلوقتي بالصدفه وانا باخد عينات الصور بيهنج في الجاليري، يعني مفيش أسوأ من كده. غير طبعا مميزات الاي اي اللي موجوده في كل ركن من اركان الفايند، في حين ان ابل لغايه دلوقتي افشل شركه على مستوى العالم في موضوع الاي اي ده. الفايند هتلاقي فيه تعديل صور بالاي اي، هتلاقي فيه حاجه اسمها مايند سبيس كده،
مساحه خاصه بيك انت شغاله كلها بالاي اي وبتتنظم بالاي اي، كل حاجه تخص الاي اي تقريبا الفايند بيقدر يعملها. وفي ميزه كمان مرتبطه بالاي اي ولكنها هاردوير اكتر، ميزه اسمها اي اي لينك بوست، بتخلي الجهاز ده يلقط شبكه اقوى من اي جهاز موجود حواليه. يعني طول ما انت في المترو بقى والكلام الجميل ده، الجهاز ده هيبقى بيلقط شبكه احسن من اي جهاز تاني حواليه، مش من اوبو، لان الرينو برضو في الميزه دي. والعبقريه ما وقفتش عند الاداء بل وكملت كمان في بطاريه كلا من الجهازين. الجهازين بالمناسبه بيجوا بيو اس بي 3.2 السريع جدا في نقل الداتا، والفايند بيجي ببطاريه 7500 ملي امبير طبعا من نوع السيليكون كربون. واوبو بتوعدك ان البطاريه دي كفاءتها هتقل 20% بعد 5 سنين. يعني شفت الباتري هيلث او صحه البطاريه اللي بتشوفها في الايفون اللي مجننه الناس كلها دي، دلوقتي بقت موجوده في الكالر او اس، تقدر تخش تشوف صحه بطاريتك قد ايه. ولكن اوبو بتقول لك ان بعد 5 سنين نسبه البطاريه بتاعت الجهاز ده تبقى 80%. وبمناسبه الخمس سنين عشان ده ما قلناهوش في نقطه الاداء، برضو اوبو دعم الجهاز ده لمده 5 سنين من التحديثات الرئيسيه للسوفت وير. المهم نرجع للبطاريه، الجهاز ده مش بيقعد معاك يومين مستريح. انا اول يوم استلمت فيه الجهاز شحنته 100% وانا نايم، شحنته 100%، صحيت قلت انا مش هشحنه طول اليوم مهما حصل، نمت وهو تقريبا كان 50%، وفضلت مكمل شويه حلوين بعد ما صحيت من النوم لغايه اما نزل ل 2%. وبعد كده بدات اشحنه بالشاحن ال 80 واط اللي بيجي معاه في العلبه، اللي بيشحن الجهاز ده تقريبا في رينج من ساعه و10 لساعه ونص، لان البطاريه هنا عملاقه 7500 ملي امبير. يعني في 99% من الاحوال مش هتقدر تخلص بطاريه الجهاز ده في يوم واحد، ممكن يقعد معاك ل9 ساعات و10 ساعات سكرين اون تايم وارقام مجنونه كده. ده غير ان هو بيشحن وايرلس 50 واط على شاحن اوبو، لازم على شاحن اوبو اللي هو الايرفوك، وبيشحن شحن لاسلكي عكسي وشحن سلكي عكسي. اما بالنسبه ل 17 برو فبطاريه النسخه اللي فيها شريحه فيزيكال 4000 ملي امبير تقريبا، ونسخه الاي سيم بس بتيجي 4250 ملي امبير تقريبا. الجهاز ده بيشحن 50% في حوالي تلت ساعه، حاجه 20 دقيقه كده، و100% تقريبا في نفس الوقت اللي بيشحن فيه الاوبو فايند اكس 9 برو، مش اقل. يعني هو في نفس الرينج ساعه وربع لساعه ونص. وبيديك قد ايه؟ البرو الصغير بيديك فرينج من 5 ل6 ساعات سكرين اون تايم، لو استخدامك اخف شويه ممكن يوصل معاك ل7 ساعات. والبرو ماكس ممكن يديك حوالي 9 ساعات سكرين اون تايم برضو، لانه جهاز بتاع يومين زيه زي الفايند اكس كده، بطاريته جباره يعني. وبيشحنوا 40 واط تقريبا، 45 واط، وبيشحن 25 واط شاحن ماكسيف، لان هنا في مغناطيسات، هنا لغايه دلوقتي مفيش مغناطيسات. وبيشحن شحن سلكي بس عكسي، ما تقدرش تشحن الايربودز بتاعتك مثلا على ظهر الجهاز، لا لازم لها سلك كده. طيب لو جينا بقى نتكلم في العبقريه فلازم نذكر الكاميرا. انت اصلا ممكن تكون نطيت للنقطه دي، بس الجهازين كل واحد فيهم بيجي ب3 كاميرات، كاميرا اساسيه، كاميرا تيليفوتو، كاميرا الترا وايد. وتعالى نشوف النتائج مع بعض. مبدئيا كده اول حاجه هتلاحظها ان الايفون بيصفر المشهد. تيجي تبص على الهودي مثلا بتاع هشام هتلاقيه في الفايند اسود، ده اللون الاسود اللي احنا عارفينه، انما اللي موجود في الايفون ده ايه ده؟ يعني ايه اللون ده؟ ليه الاسود محمر؟ مش فاهم. ال4 اكس اللي موجوده في الايفون 17 برو هي 48 ميجا بكسل، 3 اكس اللي موجوده في الفايند اكس 9 برو 200 ميجا بكسل، وحجم السنسور اكبر. فلو جينا بصينا للصور دي هنلاقي العزل الطبيعي في الموبايلين ممتاز جدا جدا. الفايند هنا ميال ان هو يزود الكونتراست شويه، ففي شويه تفاصيل في اللون الاسود كده الايفون مبينها اكتر شويه. ولكن لو جينا نبص برضو للون الاسود عموما هتلاقي شكله احسن في الفايند من الايفون. ولكن الصوره في المطلق في الجهازين شكلها ممتاز جدا. لو جينا نقارن ما بين الصورتين دول مثلا هتحس ان التفاصيل في الايفون بتاعت الشجره نفسها مطفيه كده، اللون الاخضر نفسه مش واضح، في حين ان الفايند موضح الصوره كلها كده وكل تفاصيلها باينه. حتى شكل السماء احلى شويه من شكل السماء في الايفون، ولكن برضو في الاجمال الصورتين ممتازين جدا. لو جينا نبص للصور الزوم دي بعدسة التليفوتو هتلاقي برضو الاتنين مطلعين تفاصيل الفوانيس دي شكلها حلو جدا،
ممكن برضو الايفون يكون صفر السما شوية، ولكن في الاجمال الاتنين ممتازين. صورة تانية زوم بقى بال6 اكس الخاصة بالفايند وبال8 اكس الخاصة بالايفون، وبرضو الاتنين مطلعين تفاصيل ممتازة جدا جدا. كل واحد فيهم ليه علم الوان معين كده، لان التعاون اللي ما بين اوبو وهاسل بلاد في الفايند معمول عشان علم الالوان في الثلاث عدسات يبقى متشابه. يعني انت بنسبه كبيره علم الالوان اللي انت شايفه في اي صوره من العدسات الثلاثه للفايند هتلاقيه زيه زي العدسات الثانيه، فاهم حاجه؟ وفي الايفون برضو هم طبعا من زمان محافظين على الموضوع ده بشكل كبير. يعني نيجي بقى نشوف صوره زي دي، الايفون مخيش فيها تماما، يعني الفايند مطلعها احسن 100 مره مثلا. بص هنا العزل الطبيعي في الصورة عامل ازاي، والتفاصيل نفسها صورة الايفون تحسها مبكسلة كده رايحة في 60 داهية، في حين ان الفايند مطلع صورة عبقرية. تعالى ندخل اندور كده، هتلاقي ان صور الفايند هنا ميال ان هي تبقى منورة اكتر. يعني احنا قلنا في الاوت دور الايفون كان بيحاول يفتح الشادوز شوية عشان يبين التفاصيل، لا هنا في الاوت دور هتلاحظ ان الايفون مغمق التفاصيل بتاعت الاسود اللي موجود في الواجهه بتاعت بوما دي، وفي البنطلون كذلك، حتى في شعري وفي دقني والكاب والكلام ده، في حين ان الفايند منورها شويه. ولون البشره في الفايند شكله احلى، لان دي برضو من ضمن المعايير. الايفون ساعات بيسرح كده وبيخلي لون البشره مزرق. الدايناميك رينج في الايفون ممكن يبقى الطف شويه، يعني اللوجو مثلا بتاع بوما ورا هتحس ان هو تفاصيله الداخليه باينه، في حين ان هو في الفايند منور اكتر كده. وما تزهقش لان احنا لسه قدامنا شويه كلام حلوين في موضوع الكاميرات ده عشان نوفي حق الجهازين بشكل كامل. لو جينا للصور اللي متاخده بعدسات التليفوتو، برضو فوتو مود مفيش بورتريه، فهنا بقى بيوضح افضليه حجم السنسور في الفايند. بص العزل اللي ورايا ده عزل طبيعي تماما، مفيش اي تدخل من السوفت وير. بص اللوجو بتاع بوما معمول بلورد تماما، اوت اوف فوكس واجهات المحلات اللي ورايا، في حين ان في الايفون هنا الموضوع اقل بشويه حلوين. ولسه برضو الفايند محافظ على نفس علم الالوان اللي مخلي لون البشره احسن من اللي طالع في الايفون. صوره تانية متاخده بال8 اكس في الايفون وبال6 اكس في الفايند، برضو الاتنين مطلعين نتائج كويسه، ولكن تحس ان الفايند الاي اي دخل شويه كده عشان يبدا يرسم التفاصيل بتاعه الوش، على قد ما باين ان هي فيها تدخل من الاي اي في الجهازين برضو. ولكن الايفون شويه النويز اللي بداوا يظهروا بعد الزوم دول حاسينك ان الاي اي مش داخل في الموضوع قوي، فاهم؟ ولكن هو في الحالتين في اي اي وفي تنظيف وفي حاجات كتير بتحصل في السوفت وير. يعني بص الصوره بتاعه الفانوس دي برضو بال8 اكس هنا وبال6 اكس هنا. الفايند فايند متألق طبعا، الاي اي في شغل هنا واضح يعني، ولكن شكل الصورة احسن بمراحل من اللي طالع من الايفون. صورة برضو للبني ادمين كده في الظروف الليلية، الاتنين بصراحة مطلعين بالعدسة ال1 اكس صور شكلها جميل جدا جدا، وقادرين يحافظوا على شكل الظروف المحيطة بنسبة كبيرة. ولكن لما نروح للعدسة التليفوتو، فايند قادر يحافظ على شكل وشي بشكل ممتاز جدا، في حين ان الايفون مش عارف الصورة طالعة عاملة كده ليه اصلا. يعني احنا خدنا حتى 3 صور ورا بعض، انا اللي اكد لي ان اللي بيصور نفسه ما غلطش في حاجة، ان احنا واخدين 3 صور ورا بعض بالايفون طالعين نفس النتيجة كده. في ان احنا لو جينا لصورة زي دي، الايفون والفايند على مستوى مشابه جدا جدا لبعض، ممكن بس الفايند قادر يحافظ على الدايناميك رينج. يعني لو بصينا على عمود النور ده تحس ان اللمبات شكلها احلى، مفيش هالة كده حواليها زي ما هو حاصل في الايفون. وبرضو شكل اللمبات اللي في الحبل ده والفانوس قادرين يبانوا في حين ان هم مجرد كتلة ضوء كده عند الايفون. ولكن الصورة اجمالا في الجهازين شكلها حلو. صورة تانية برضو للمبة جنب فرع شجرة كده،
انا شايف هنا ان الاوبو قادر يحافظ برضو على ان الدنيا مليله، فانا يا باشا اخلي الدنيا مسوده خالص وباك جراوند سودا، وفي نفس الوقت مبين لك كل تفاصيل الشجره اللي باينه، في حين ان الايفون النويز ماليه الصوره، وبرضو مش قادر يحافظ على الدايناميك رينج، ومصمم يفتح الشادوز ويبين لك انعكاسات وكل حاجه باينه قدام عينك. يعني صوره تانية برضو للنخل الجميل ده، الفايند مطلع الاضاءه زي ما عيني كانت شايفاها، يعني هي الاضاءه والظروف كانت وورمي بالمنظر اللي انت شايفه ده، ولكن الايفون مصمم ان هو يخليها مايله للابيض، ومخلي المود بتاع الصورة كده عموما مزرق شوية، والتفاصيل في الفايند احسن بشوية حلوين. يعني لو بصينا على الشجر اللي ورا ده هتحس ان الفايند مطلع التفاصيل بتاعته بشكل اوضح بكتير، في حين ان هي في الايفون في منها سايح على بعضه كده ومش باين منه اي حاجة. وتفاصيل النخل نفسه برضو في الفايند شكلها احلى بكتير. دخلنا الاستوديو بقى باضاءة احترافية، تعال نتفرج مع بعض كده، وهي صور برضو بالعدسات التليفوتو فوتو مود، ملاش دعوه بالبورتريه. الصورتين زي ما انت شايف قدامك كده ممتازين جدا جدا، مفيش خلاف على ان الصورتين فعلا حلوين، ولكن انا عاجبني المود بتاع الفايند اكتر، عاجبني تظبيطه للون الاسود اكتر. يعني برضو بص على الكاب في الفايند اسود، انما هنا اسود مجرب، اسود فاتح، ليه مش فاهم. هكذا دقني برضو، يعني انت ليه مخليها كانها مجربه كده، في حين ان في الفايند مسودها عادي خالص، اللي هو اللون الطبيعي بتاع دقني اللي انت شايفه قدامك ده. انا شعري فيه منه اصفر شويه، ولكن لما الشعر بيبدا يتقل هنا كده فبتبقى سودة. هكذا برضو الجنب اللي مش مواجه للاضاءه، جنب وشي اليمين اللي على ايدك الشمال، الايفون هنا مفتحه، يعني هو بيحاول يبينه، ولكن هو مش لازم يبان، مش لازم يعني تيجي على حساب التفاصيل لمجرد انك تفتح الشادوز. هنا في الفايند شكلها حلو، ولكن اجمالا برضو لحد ما بيتحنيكش قوي الصورتين شكلهم ممتاز جدا. ولو بصينا على شويه صور بورتريه بقى اللي هي متاخده بالسوفت وير، الصور هنطبق على نفس الكلام اللي قلناه. ولو جينا نبص على نتائج الكاميرا الاماميه، فطبعا الايفون فيه السنسور الجديد المربع اللي زاويته واسعه جدا، اللي بيخليك تاخد صور عرضيه وانت ماسك الموبايل بالطول، وطبعا الاوبشن ده مش موجود في الفايند، ولكن نتائج الصور بتطلع من الفايند شكلها احلى. يعني الصور اللي شايفها قدامك دي، شكل البشره في الفايند احسن بكتير، شكل شعر دقني، شكل التفاصيل احلى بكتير، شكل لون الهودي احلى بكتير، اسلوب المعالجه في الفايند في الكاميرا الاماميه احسن من الايفون 17 برو. على قد ما السنسور بتاع الايفون ده ممتاز وبالفعل احسن من السنسورات الخاصه بابل قبل كده، لكن انا عاجبني صور الكاميرا الاماميه بتاعت الفايند اكتر. وفي نقطه حابب اقولها لك، الايفون 17 برو بيقدر يصور صور افتراضيه 24 ميجا بكسل من غير ما ياخد وقت طويل في معالجه الصوره والكلام الجميل ده، طول ما ظروف الاضاءه تمام. لو مش كده بينزل ل 12 ميجا بكسل تلقائيا، في حين ان الفايند اكس 9 برو بيقدر يعمل الموضوع ده برضو، ولكن على 50 ميجا بكسل. يعني ممكن تبقى في ظروف اضاءه كويسه تصور الصوره تلاقيه مطلعها لك 50 ميجا بكسل بتفاصيل كتير بقى والحوارات الجميله دي. تقدر تقفل الاوبشن ده في الجهازين عادي، تخليهم يصوروا 12 ميجا بكسل في كل الاحوال لو انت خايف على المساحه يعني. وبالنسبه للتصوير الاحترافي، فطبعا الجهازين بيصوروا تصوير رو بكامل قوه السنسور، عشان تاخد صور مليانه داتا لو هتعدل عليها بعد كده فوتوشوب او لايت روم او الكلام الجميل ده. وتقدر تاخد 48 ميجا بكسل على الرو ده من الايفون، حتى لو مش رو برضو تقدر تخلي الايفون يصور 48 ميجا بكسل على صيغه اللهيف العاديه خالص. الفايند اكس 9 برو فيه اوضاع تصوير متعدده جدا، وفي سيكشن كده لهاسل بلاد عشان تاخد الطاقه الكامله لكل السنسورات. يعني ممكن تاخد بالعدسه التليفوتو دي صوره 12 ميجا بكسل مليانه تفاصيل. وفي سيكشن تاني اسمه ماستر، الماستر ده بيبقى زي البرو مود كده، وفي مش فلاتر، في حاجه زي الفوتوغرافيك ستايلز اللي موجوده في الايفون، اللي هي اسلوب معالجه تقدر تفصله على مزاجك بحيث ان انت تاخد بيه الصور بعد كده زي ما انت عايز بنفس الستايل ده. فاهم حاجه؟ هو مش مجرد فلتر بيتحط على صوره وخلاص. وبرده في شويه تريكات كده تخلي صور البورتريه مثلا بتلمع شويه، او لو في اي اضاءه حواليك تبقى الاضاءه دي جلوي كده. كل ده موجود في تطبيق الكاميرا الافتراضي. وفي اوبشن برده اسمه اكسبان، دي كاميرا كانت بتنتجها هاسل بلاد.
يعني بتبقى الابعاد بتاعتها بالعرض كده، صوره عرضيه تماما، تقدر تستخدم الوضع ده مع الفايند اكس 9 برو. وفكره ان في كاميرا احترافيه في الموبايل نفسه من غير ما انزل تطبيق طرف ثالث، ده شيء مميز جدا. ولكن اللي مش مميز خالص بقى، واللي اوبو قلدت ابل فيه، هو الكاميرا كنترول اللي ملوش اي 30 لازمه. يعني الزرار بتاع الاكشن بوتن ده، على الرغم من ان في شركات عاملاها قبل ابل اصلا كل حاجه، لكن ليه مبرر، ليه لازمه، اقدر استخدمه في حاجات كتير. ولكن الكاميرا كنترول ده هو اصلا اختراع فاشل عند ابل، فانت ليه بتعملوا لي هنا؟ وبالنسبه لتصوير الفيديو، فالمفاجاه هنا ان الفايند اكس 9 برو بيصور فيديو كويس، بيصور فيديو ممتاز جدا جدا، ولكن لسه ملك الفيديو والستاندرد اصلا بتاع الفيديو في الموبايلات هو الايفون. ولكن لو جينا نبص بعد شويه كده على عينات الفيديو في الاستوديو، هتلاقي الاثنين مطلعين نتائج ممتازه جدا جدا. وطبعا الاثنين بيقدروا يصوروا HDR عادي خالص، 10 بت والكلام الجميل ده، ويقدروا يصوروا لوج، يدوك فيديو فلات تماما، تقدر انت تلونه بعدين على برامج الاديت زي ما انت عايز، وهتشوف كل ده بعد شويه. هسيب لك عينات لكل الكلام ده. ودي تجربه فيديو الايفون 17 برو 4K 30 فريم في الثانيه بدون HDR، بدون اي حاجه، تطبيق كاميرا افتراضي فيديو 4K 30 فريم في الثانيه وصورنا. وده اي كلام انا بقوله خلاص عشان تشوف اسلوب المعالجه عامل ازاي، ولو حركت ايدي وعملت كده وبتاع، هل الجهاز يقدر يتحكم في المشهد ولا ممكن يسرح. وده تصوير الاوبو فايند اكس 9 برو برضو 4K 30 فريم في الثانيه من ابلكيشن الكاميرا، بدون اي HDR، بدون دولبي فيجن، بدون اي حاجه. فتحنا الفيديو 4K 30 فريم، صورنا، وبرضو عمالين نشكل عشان نشوف الجهاز يقدر يتحكم في المشهد بالشكل الصحيح ولا لا. اما دي عينه متاخده بصيغه اللوج من البرو فيديو اللي موجود في تطبيق الكاميرا الافتراضي الخاص بالجهاز، اللي مش موجود عند الايفون 17 برو. 17 برو عشان تصور تصوير احترافي لازم تطبيق خارجي زي فاينل كات كاميرا او بلاك ماجيك او ايا كان. هنا تقدر تتحكم في كل ما يخص تصوير الفيديو الاحترافي من تطبيق الكاميرا الافتراضي على وضع البرو، برضه 4K 30 فريم في الثانيه. اللوج طبعا احنا عارفين ان هو بياخد الالوان فلات يعني اتكلمنا في الموضوع ده، واللي انت سامعه ده اي رغي عشان بس تشوف كواليتي الفيديو وشكل الالوان بعد ما تم التعديل عليها عامل ازاي. والبرو فيديو بتاع الفايند اكس 9 برو كمان في امكانيه انك تاخد فيديو بالابعاد السينمائيه اللي انت شايفها قدامك دي. يعني لو انت محترف تصوير فيديو، عايز تاخد لقطات بقى شبه الافلام والكلام الجميل ده، يعني الابعاد دي ممكن تساعدك شويه. ودي عينه فيديو الايفون 17 برو بكودك البروريس لوج، لان الاوبو فايند اكس 9 برو بيصور لوج ولكنه على الكودك الافتراضي HEVC. لا، انت في الايفون من تطبيق الكاميرا الافتراضي بيجبرك انك تستخدم كودك البروريس عشان تقدر تاخد معاه اللوج. دي ميزه عيب في نفس الوقت. ميزه لان الكودك بتاع البروريس كودك تقيل مليان بيانات، فلما تعدل على الفيديو بعدين بيبقى معاك مساحة أكبر إنك تعدل من غير ما تخسر في الكواليتي بتاعة الفيديو أو بيانات الإضاءة والألوان. موضوع كبير كده ممكن نبقى نتكلم عليه بعدين يعني. في حين إن الفايند إكس بيديك اللوج ولكن على الكودك الافتراضي اللي بتبقى مساحة الإضاءة والألوان فيه أو مساحة البيانات بتاعته في المطلق أقل شوية. طب ليه عيب يا عم صدام؟ دي ميزة كبيرة جدا. عيب لأن مساحات الفايلات بتاعته كبيرة جدا جدا، في حين انك تقدر تاخد من الايفون اللوج مع الكودك الافتراضي ولكن على تطبيقات طرف ثالث مش من تطبيق الكاميرا الافتراضي. في حاجه كمان، الفايند اكس بيسمح لك انك تشوف شكل المشهد من تطبيق الكاميرا الافتراضي عن طريق انه بيضيف لط الوان، في حين ان الاوبشن ده مش موجود برضو في تطبيق الكاميرا الافتراضي بتاع الايفون. الاثنين بيصوروا 4K 120 فريم في الثانيه، والاثنين بيصوروا لوج والكلام الجميل اللي قلناه ده. ولكن الايفون فيه كودك جديد غير البروريس العادي، اسمه بروريس رو. ده كودك بقى اتقل اصلا من البروريس اللي احنا قلنا عليه تقيل ومش عارف ده اتقل ومليان تفاصيل اكتر، وفي 2 لوج، يعني 2 بروفايل لوج مش بروفايل واحد زي اللي موجود في الفايند. كنت اتمنى كودك احترافي اتقل من الكودك الافتراضي بتاع الفيديوهات مع صيغه اللوج، ولكن فكره ان اللوج موجود وكل حاجه موجوده بتطبيق او باوبشن تصوير فيديو احترافي من غير ما احتاج انزل تطبيق طرف ثالث، ده شيء مميز جدا وموجود على كل موبايلات اندرويد اصلا، الا الباشا لازم انزل له تطبيق طرف ثالث. يا ريت تعمل لايك بقى، ما تبقاش وصلت لهنا ما عملتش لايك ما عملتش سبسكرايب،
وشتمت الشنيور معانا، فاهم؟ ودي عينة فيديو الكاميرا الأمامية الخاصة بالأوبو فايند اكس 9 برو على 4K. خلينا باين تفاصيل كده، على 4K 30 فريم في الثانية. زي ما انت شايف الصورة عاملة ازاي، الدنيا عاملة ازاي. في اوبشن هنا اسمه ساوند فوكس، هل نغير الصوت ولا ايه الدنيا؟ انت سامع برضو تقدر تحكم. اما دي عينة الفيديو في الايفون 17 برو 4K 30 فريم في الثانية. زي ما انت شايف برضو ايه المشهد قدامك اهو عشان تقدر تحكم. وفي ميزة بقى في ال 17 برو اتكلمنا عنها طبعا، مش موجودة في الكاميرا الأمامية بتاعت الفايند اكس، ألا وهي إني أقدر أصور بالكاميرا الأمامية بالأبعاد العرضية للفيديوهات بتاعت يوتيوب من غير ما أقلب الكاميرا ولا أي حاجة، من غير ما أقلب الموبايل. بس لو عملت كده تلاقيه بالطول. فدي حركة يمكن هي أهم تطور حصل في سلسلة ال 17 كلها بصراحة. يعني أنا بحب السنسور ده فشخ بصراحة. وفي كت كده بتتباع مستقلة، وما انصحش ان حد يشتريها، يعني هي حاجة رفاهية زيادة شوية. بتديك لينس ايه طويلة كده، وبتخليك بقى تاخد ابعاد اوبتيكال عبقرية وتطلع صور مجنونة كده، لكنها مش اكتر حاجة عملية. يعني برضو كت لازم يبقى معاك شنطة ليها وبتاع، فانت مش هتاخدها غير وانت خارج تصور. وبالنسبة لوسائل الامان في الجهازين، فطبعا الايفون 17 برو فيس اي دي من ساعة الايفون اكس، في حين ان الفايند اكس ما فيهوش اي حاجه ليها علاقه بالوش. هي فيس ريكوجنيشن مريضه كده، ما انصحش اي حد يشغلها. ولكن في البصمه ال 3 دي التراسونيك زي ما اوبو بتسميها، بصمه سريعه جدا جدا، ومكانها بالنسبه لي كويس جدا، ونادرا تقريبا ما بتجليش اصلا، دايما شغاله. الخلاصه ان دول جهازين فلاج شيب من شركتين كبار جدا جدا، واي حد خايف من ان الجهاز ده ما يبقاش ليه قطع غيار، ما يبقاش ليه اكسسوارات، الكلام الجميل ده ما فيش الكلام ده. اوبو موفره الجهاز ده رسمي في مصر زي ما قلت لك بسعر 60,000 جنيه للنسخه 512 وال 16 جيجا بايت رام. مدفوع الضريبه، مش تعمل اي حاجه ليها علاقه بالضريبه ده لما تاخد الجهاز ده. تاخد الجهاز تحط فيه الشريحتين بتوعك وخلاص يا باشا انت اشتغلت. في حين ان الحوارات بتاعت ال 17 برو والايفون عموما كتير جدا جدا، ولكن السعر الرسمي للجهاز ده حاليا هو حوالي 82,000 جنيه للنسخه ال 256. ممكن تجيبه مدفوع الضرايب، او نسخه رسميه بتتباع عند التجار باقل من كده شويه، اقل ب 3-4,000 جنيه. فلسه انت برضو ما نزلتش اصلا عن ال 75,000 جنيه. في منه نسخ عليها ضريبه، وممكن تلاقي ده برضو بالنسبه للفايند اجهزه بتبقى جايه دولي ومش عارف ايه. ولكن الاسعار الرسميه بعيدا عن اي حاجه، الجهاز ده اغلى من ده بما لا يقل عن 20,000 جنيه. انت شفت الاتنين بيقدموا ايه، وشفت قد ايه الفايند جهاز ممتاز وعبقري ومن احسن 10 اجهزه. يعني هو مع الايفون في نفس الليسته، بعده بترتيب واحد او حاجه، وممكن يكون بعده بترتيب عشان الايفون متفوق في تصوير الفيديو، او هو كينج تصوير الفيديو، فاهم؟ فهو من احسن 10 موبايلات بتصور في العالم دلوقتي. هل يستاهل انك تروح تدفع 20,000 جنيه لنسخة البرو مش الماكس عشان تاخد ايفون بس؟ يعني هي دي الميزة الوحيدة اللي هتاخدها زيادة، الواجهة الاجتماعية انك شايل ايفون. فاللي كان بيحكم هنا ان الايفون كاميرات احسن تصوير في العالم وبتاع، لكن ده ما عادش موجود. ما عادش المنافس الوحيد هو الالترا. ما عادش انك عشان تاخد جهاز بيصور كويس فانا لازم اشتري ايفون. وارجع اقول لك ان الفيديو ده مش سبونسرد، الفيديو ده اوبو ما دفعوليش جنيه، ما لهمش دعوه بالفيديو ده اصلا. الايفون فيه ميزه قويه جدا مش هنختلف عليها، انه بيحافظ على سعره. واجهزه الفلاج شيب الصينيه من عيوبها الكبرى ان هي اسعارها بتنزل بسرعه، ولكن دي اول سنه حرفيا شركات زي اوبو وفيفو واونر ينزلوا الفلاج شيبس بتاعتهم رسمي في مصر. ممكن يكون الاونر ماجيك 7 برو هو اللي نزل رسمي في مصر، ولكن الاجهزه دي كلها رسميه في مصر. فده طبعا هيخلي الموضوع ان هي تحافظ على سعرها ده احسن. فلو انت ما عندكش مشكله، او مشكلتك الوحيده في الدنيا موضوع الحفاظ على السعر ده، فروح يا عم اشتري الايفون وريح دماغك، لان الالترا كمان سعره بينزل عادي خالص، تمام؟ ولكن لو ما عندكش مشكله مع الموضوع ده وانت عايز جهاز جبار تصوير وجبار امكانيات ومواصفات، فروح اشتري الفايند اكس 9 برو بدون جدال. انا لو هجيب جهاز يقعد معايا
سنين مش هبص للايفون اصلا. مع وجود الماك معايا، مع وجود الماك، لان في ابلكيشن اسمه او بلس كونكت بيخليك دلوقتي تقدر تكونكت الموبايل ده على الماك وتتعامل معاه كأن اير دروب، ومع الايفون كذلك. فاهمني؟ قول لي كده في الكومنتس ايه رايك في الكلام اللي انا قلته ده. ولو انت معاك 80,000 جنيه هتروح تشتري الايفون 17 برو، ولا هتوفر المبلغ الكبير ده وهتفكر في اختيار من الشركات الصينيه الكبرى اللي زي اوبو؟ بس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتتابع الحسابات على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. كان معاك احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.